مهم جدا في الحلقة دي انك تعرف المشكلة اساسها فين. دي حاجة من الحاجات اللي هتحفز عندك انك تنزل دهون. طبعا دي حاجة من الحاجات اللي انا عايز اوصله، ان انت لازم تفهم انت ليه بتخزن دهون. انا جاي النهاردة اقولك ان المشكلة دي هي مشكلة واحدة بس اللي بتخلي البطن عندك تكبر، وكمان هقولك على 5 حلول عشان نقضي عليها نهائيا. السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن مشكلة عندنا كلنا، وهي مشكلة الدهون السفلية أو الكرش. مشكلة البطن موجودة في أغلبيتنا، خصوصا في البلاد العربية، بسبب الأكل والدهون الكتير اللي بناكلها. أنا جاي النهاردة أقولك إن المشكلة دي هي مشكلة واحدة بس اللي بتخلي البطن عندك تكبر، وكمان هقولك على 5 حلول عشان نقضي عليها نهائيا. تابع الحلقة كويس لغاية الآخر عشان تعرف مشكلة البطن دي بتطلع منين بالظبط، وعشان نعرف نحلها في أسرع وقت ممكن. شير الفيديو مع أصحابك عشان كله يستفيد، واعمل اشتراك لو لسه مشتركتش في القناة. يلا بينا نبدأ الحلقة. اغلب الناس بتبقى فاكرة ان مشكلة البطن دي مشكلة وزن، والكلام ده غلط، لان في ناس كتير جدا بتبقى وزنها كبير وعندها بطن، وده الطبيعي، وفي ناس برضو رفيعة وعندها بطن، وفي ناس بتبقى مليانة في جسمها وتعمل دايت عشان تنزل بالذات منطقة البطن والجناب، فيلاقي نفسهم ان جسمهم كله بينزل، ومشكلة البطن برضو ما بتنزلش زي ما هم عايزين. في الحقيقة ان مشكلة البطن مش مشكلة وزن بس، فهي مشكلة مهمة جدا، وهي مشكلة هرمونات. عندنا هرمونين اساسيين جدا هما اللي بيتحكموا في البطن عندك. اول حاجة وهو هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده اللي هو هرمون الاكل. كل ما بتاكل كتير، كل ما هرمون الانسولين يعلى عندك، كل ما الجسم بيخزن دهون. فانت لازم يكون عندك علم ان كل ما بتقلل الانسولين دهون البطن عندك بتقل. فالجسم بيعمل حاجة واحدة بس، يا اما بيحرق يا اما بيخزن. هو ما بيفهمش الحاجتين مع بعض. طول ما انت بتاكل فالجسم ما بيحرقش، طول ما انت موقف اكل فالجسم بيحرق ما بيخزنش، وهكذا. عشان كده ده اللي مخلي النظام الصيامي المتقطع بيخلي الناس تقل دهون بسرعة، عشان انت في عدد ساعات معينة ما بتاكلش فيها، فالجسم بيفهم ان هو كده المفروض في حالة حرق، فبالتالي الانسولين عندك هيقل ودهون البطن او الجناب هتقل معاهم. ده بالنسبة لهرمون الانسولين. في هرمون تاني بيتحكم في دهون البطن، هرمون اسمه الكورتيسول او الاستريس هرمون. ناس كتير متعرفش ان الاستريس ممكن تتحكم في دهون البطن اللي عندك. انت طول ما انت متعصب فالاستريس هرمون عندك هيبقى عالي، فبرضه الجسم هيخزن دهون. فبرضه حاجة من الحاجات عشان نتحكم في دهون البطن لازم نتحكم في الاستريس بتاعنا. طبعا الدنيا كلها مليانة ستريس، وكل واحد عنده ضغط بما فيه الكفاية، بس نحاول بقدر الامكان نقلل من الستريس علينا وما ناخدش كل حاجة على اعصابنا. طبعا الموضوع ده صعب، بس مع الوقت هتتحكم. على فكرة من ضمن الاستريس اللي بيقع على جسمك هو الدايت بتاعك. انت لما بتحط جسمك في جوع وجسمك بيكون جعان كده، انت بتعمل ستريس على جسمك. عشان كده انا بنصح الناس ان هي تعمل حاجة بالانس دايت، او تعمل الدايت النضيف، تبقى عارفة هي بتدخل ايه بالظبط، بس اكلها يبقى نضيف. ما يبقاش انا محدد عايز ادخل 2000 سعر حراري ويبقى اكل نضيف جدا، ممكن اخلص 2000 سعر حراري على مدار اليوم وابتدي جعان، وانا كده جعان. لا، انا كده بعمل ستريس على جسمي، وده برضو هتلاقي بيعلي هرمون الكورتيسول، فدهون البطن مش هتنزل زي ما انت عايز. طيب ايه هو الحل؟ الحل اللي انا انقي دايت يدخل فيه او اكل فيه اللي انا عايزه، بس اكل يكون نضيف. ناس كتير جدا مش بتتابع دايت او مش بتحسب سعرات حرارية، وتلاقي نفسها بطنها ستريت. ليه؟ لان هو بياكل اللي هو عايزه، ما بيخليش نفسه جعان، مش مخلي فيه ستريس على جسمه. طب هل ده معناه ان انا اكل اي حاجة؟ لا طبعا. احنا هندي مثال بسيط. دلوقتي انا واحد جعان، تمام، اكل سندوتش همبرجر، انا ببقى عايز سندوتش همبرجر، وفي نفس الوقت انا ممكن اكل نص فرخه واشبع. اللي انا عايز اكل البرجر، بس انا عشان اكل نضيف هاكل نص فرخه مشويه مثلا. لما اكل نص فرخه مشويه انا كده جسمي مش جعان، فهرمون الكورتيسول عندي هيبقى تمام، وركنت البرجر على جنب. يبقى انا كده من جوايا انا راضي او جسمي راضي، وفي نفس الوقت ما اكلتش اللي انا عايزه، اللي هو انا كده يعني ما اقولش ان انا هرضي نفسي واكل البرجر عشان هرمون الكورتيسول يبقى تمام. لا، انت كده فاهم الموضوع غلط. انت لازم ترضي جسمك مش ترضي نفسك، تمام؟ ترضي جسمك بالاكل، ما تخلوش جعان، ما تعملش ستريس على نفسك بالجوع. عشان كده معظم الناس اللي بتعمل دايت، انا مش مع الناس او مع الناس اللي واخده ان الدايت يبقى اسلوب حياه. لا، انت عايز توصل لهدف معين، مثلا الصيف داخل بتاع، ممكن تعمل دايت شهر شهرين 3، وبعد كده ترجع لحياتك الطبيعيه وتدخل هيلثي فود عندك في جسمك، من غير بقى ما تحسب
كالوريز او الحاجات اللي ممكن تعمل لك ضغط ويبقى ارهاق عليك بزياده وتدخل في ماي فيتنس بال والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت، ده ممكن يسبب لك ضغط على جسمك وما يظبطش عندك هرمون الكورتيسول. فلازم تاخد بالك جدا من الهرمونين اللي احنا اتكلمنا فيهم، هرمون الانسولين وهرمون الكورتيسول، دول بيلعبوا دور مهم جدا في دهون البطن. زي ما احنا قلنا ان في 5 حلول المفروض نعملها عشان نظبط الهرمونات عندنا، بالذات ان البطن دي منطقة هرمونية. طيب انا عايز اظبط هرمون الكورتيسول، فمن الحاجات اللي بتظبط هرمون الكورتيسول هو النوم. انا لو نمت كويس من 7 ل 8 ساعات في اليوم، هرمون الاسترس او الاسترس هرمون عندي هيقل، وبالتالي بطني هتبتدي تقل مع الوقت. اول حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض نعملها عشان نقلل هرمون الكورتيسول او نقلل هرمون الانسولين هو النوم الصحي. وتاني حاجه معانا اساسيه واحنا قلنا عليها ان احنا نهتم جدا بصحتنا النفسيه اللي هو اساسا هرمون الكورتيسول. انا لازم اقلل هرمون الكورتيسول اللي هو الضغط النفسي عشان اظبط الهرمونات او منطقه الهرمونات بتاعتي، فالدنيا عندي او البطن عندي والجناب تتظبط مع الوقت. تالت حاجه مهمه معايا عشان لازم انزل منطقه البطن هو ان اهتم بالبروتين. زي ما قلنا ان منطقه البطن منطقه هرمونات، فالبروتين بيحفز هرمونين اساسيين جدا، وهو اول هرمون اللي هو الجي اتش او الجروث هرمون. الجروث هرمون ده اللي هو بنروح الجيم نطلعه. على فكره احنا بنروح الجيم عشان نطلع الجروث هرمون اللي هو هرمون العضلات، مش بنحرق كالوريز. لا، احنا بنروح الجيم نتمرن نرجع نريح في اليوم الراحه بتاعنا او في السرير في النوم، فالعضلات بتطلع، لان احنا عارفين ان العضلات بتطلع واحنا مريحين مش واحنا في الجيم. عشان كده دايما بيقولك بعد ما تخلص جيم كل وجبه فيها بروتين كتير، ده عشان يحفز الجروث هرمون عندك. تاني هرمون البروتين بيحفزه وهو هرمون مهم جدا واسمه الجلوكاجون. ايه هو هرمون الجلوكاجون؟ هرمون الجلوكاجون ده عكس هرمون الانسولين، ده يمين وده شمال. هرمون الانسولين هرمون بيحفز انه يخزن دهون، هرمون الجلوكاجون بيحفز انه يحرق دهون. عشان كده مسميين هرمون الانسولين الانابوليك هرمون، وهرمون الجلوكاجون اسمه الكاتابوليك هرمون. يبقى زي ما قلنا ان هرمون الجلوكاجون عكس هرمون الانسولين، فلازم عشان يبقى عندي الحرق عالي لازم نسبة هرمون الجلوكاجون اعلى من نسبة هرمون الانسولين عشان يبقى جسمي في حالة حرق مش في حالة تخزين. لما بيكون في حالة تخزين يبقى كده الانسولين اعلى من الجلوكاجون والعكس. البروتين حاجة من الحاجات اللي بيحفز هرمون الجلوكاجون او بيعليه. طب احنا لو جينا بصينا ازاي نقلل هرمون الانسولين ونعلي الجلوكاجون؟ هرمون الجلوكاجون ما بنقدرش نعليه، مفيش حاجة بناخدها يخليه يعليه غير البروتين. طيب نقدر نقلل الانسولين؟ نقلل الانسولين ازاي؟ طبعا بالحاجات اللي احنا كلنا عارفينها، نقلل سكر او نمنع سكر، ونقلل نشويات، ونكتر كتير جدا من البروتين، ونكتر من الدهون الصحية. كل الكلام ده بيقلل نسبة الانسولين او هرمون الانسولين في الجسم. زي ما قلنا احنا لو عايزين نعلي الجلوكاجون يبقى احنا لازم نقلل الانسولين. طيب تعال نشوف كده المايكرو نيوتريشن كل واحدة منهم بتعمل ايه في الجلوكاجون والانسولين. طبعا انت لما بتاكل نشويات او كربوهيدرات فانت بتعلي هرمون الانسولين وبتقلل هرمون الجلوكاجون. طيب لو هتاكل دهون صحية، المفاجأة بقى ان في الانسولين نو افكت، يعني الدهون ما بتعملش اي حاجة في الانسولين، ولا بتعليها ولا بتنزلها. ازاي؟ ما انا ازاي ان انا المفروض اقلل دهون؟ لا، انت لو هتاكل دهون لوحدها فهي مش هتعمل افكت. لكن مثلا انت لو جبت حتة زبدة عملتها رغيف عيش فهي هترفع الانسولين جدا. ليه؟ عشان دخلت كارب مع الدهون. انت لو استخدمت الدهون لوحدها، طبعا دهون صحية، زيت زيتون، زبدة، زيت جوز هند، الكلام ده كله هيبقى مفيد جدا ليك ومش هيعمل اي افكت لهرمون الانسولين، ده بالعكس هيزود هرمون الجلوكاجون. بس طبعا لازم تكون محدد عدد سعرات معينة، او تبقى مش طول اليوم بتقعد تاكل في مكسرات او في دهون صحيه. لا، يعني ممكن من 300 كالوري ل 500 كالوري بير داي مثلا. نيجي بقى للي بعده ونشوف البروتين. المفاجاه بقى ان البروتين بيعلي هرمون الانسولين وبيعلي الجلوكاجون. ده يخلينا نشوف الفكره ان لما دايما في اي نظام دايت بتلاقي البروتين عالي والكربوهيدرات والدهون قليله، او الحساسيه دايما يقولك ما تاكلش كربوهيدرات كتير وما تاكلش دهون كتير عشان ما تخزنش دهون. طب ايه الفكرة؟ احنا عارفين ان الدهون كده كده اصلا الواحد جرام منها ب9 كالوري. طيب البروتين الواحد جرام منها ب4 كالوري. طب والكربوهيدرات برضو الواحد جرام منها ب4 كالوري. طب انا ليه باكل بروتين كتير والكربوهيدرات لا؟ هي دي الفكرة، ان الاتنين بيعلوا الانسولين تمام، بس الكربوهيدرات
بيقلل من هرمون الجلوكاجون اللي احنا اصلا عايزين نعليه، في المقابل ان البروتين بيعلي هرمون الجلوكاجون. عشان كده بناكل بروتين كتير فبنحفز الجسم ان الجلوكاجون عنده يعلى فيحرق، لان انا عايز نسبة الجلوكاجون تبقى اعلى من الانسولين عشان جسمي يبقى في وضع حرق مش وضع تخزين. فده هيخلينا برضو نروح للحل اللي بعد كده للمشكلة بتاعت الدهون السفلية او الدهون العنيدة اللي هي البطن والجناب، ان احنا لازم نقلل هرمون الانسولين. وقلنا نقلله ازاي؟ ان احنا نمنع السكر ونقلل من النشويات وناكل اكلنا نضيف ونكتر جدا من البروتين ونكتر من الدهون الصحية أو نهتم بالدهون الصحية. دايما دهون البطن هي المقياس إن الواحد يعرف أنا جسمي فيه دهون ولا لأ. بيبص على بطنه دايما والجناب، لأ أنا جسمي فيه دهون. طب ليه؟ عشان دايما هي دي المنطقة زي ما قلنا هي منطقة هرمونات، فدايما بيتراكم فيها الدهون. بس الفكرة كلها أنا لازم أعرف نسبة الدهون بالنسبة لجسمي كله. ده أنا في جسمي 20 جرام دهون فأنا لازم أنزلهم. لأ، لازم تروح تعمل انبادي، هتلاقي في حاجة في الانبادي بتاعك اسمه البادي فات برسنتج. انت عشان تقلل نسبة الدهون في جسمك لازم تقللها بالنسبة لجسمك كله. تعرف انت كام في المية دهون من جسمك فتقلله. انت لازم تقلل نسبة الدهون مش تقلل عدد جرامات الدهون. طب ودي انا اعملها ازاي؟ ده هيودينا لاخر حل معانا وهو تمارين المقاومة. انا لازم عشان اقلل نسبة الدهون في جسمي لازم اهتم ان انا اطلع عضلات في جسمي. فبالتالي انا لما اكبر جسمي او اكبر عضلاتي حتى لو الدهون عندي ثابته فانا جسمي بيزيد بالنسبه للدهون، فنسبه الدهون عندي هتقل. ده غير اصلا ان تمارين المقاومه بتحفز جدا ان انا الدهون بتاعتي تقل مع الوقت. كده يبقى انا عرفت ان مشكله البطن دايما بتبقى مشكله هرمونات، وعرفنا ال5 حالات ان انا اقدر اخليها بسهوله جدا اقضي على المشكله دي واستغل الهرمونات اللي في جسمي اللي ربنا خلقها لي في ان انا اخلي جسمي في منطقه حرق او في حاله حرق مش في حاله تخزين. بالمناسبه برضو حاجه انا نسيت اقولها في الفيديو، ان انا لازم اعرف جسمي انا في حاله حرق ولا في حاله تخزين. بمعنى ان انا ما افضلش اكل طول اليوم ان شاء الله لو اكل صغير جدا واقول انا كده بخس. انا كده بقلل من السعرات الحراريه اللي بدخلها، بس جسمي فاهم ان هو في حاله تخزين. فعشان كده دايما الصيام المتقطع بيبقى من الاحسن الانظمه عشان تخسس دهون او تخس دهون. طيب انا اعمل ايه؟ اعرف جسمي ساعة الوجبة تبقى هي وجبة. ما ينفعش ان انا احط السناكس اللي بين الوجبات او شاي بلبن، اي حاجة ليها كالوريز بين الوجبات جسمي بيفهمها ان هي وجبة. عشان كده دايما بيقولك قبل الجيم كل وجبة صغيرة عشان تيجي تعمل التمارين بتاعتك وانت فريش. طب ايه هي الوجبة؟ موزة وشوية قهوة، هما دول وجبة لان فيهم كالوريز، فجسمك بيفهم ان هو كده دي وجبة، فهو في حالة تخزين. ولما انت بتوقف ان انت تدخله اكل فهو يعرف كده ان هو في حالة حرق، لان جسمي ما بيفهمش الحالتين مع بعض، لازم يا اما حرق يا اما تخزين. فانا لازم اكل الاكل بتاعي الحمهم كلهم مع بعض. السناكس الصغيرة بحاول اخلي السناكس تبقى 0 كالوري، الحاجات اللي بتبقى 0 كالوري، او اكلها بعد الاكل بفترة صغيرة جدا واخلي فيه جاب بين الوجبة والتانية. انا المفروض اكتر من الوجبات، اكترها كصحيا مش عشان ازود الحرق. كتر الوجبات في اليوم مش بيزود الحرق، دي خرافة من خرافات الدايت. كده احنا عرفنا ال5 حلول للمشكلة بتاعت الهرمونات اللي هي سبب رئيسي لتكتل الدهون السفلية وفي الجناب. اول حاجة ان احنا لازم نمنع الضغط النفسي او نقلله عشان نقلل هرمون الكورتيسول، وبرضو لازم نقلل هرمون الانسولين، يعني نمنع سكر ونمنع نشويات او نقلل نشويات ونكتر من البروتين. ده هيخلينا نروح لتالت حاجة ان احنا نكتر من البروتين. فاحنا عرفنا ان البروتين بيزود هرمون الجروث هرمون اللي هو بتاع العضلات، وبيزود الجلوكاجون اللي هو اصلا بيزود الحرق في جسمنا. وبما اننا ان احنا هنهتم بالبروتين فاحنا لازم كمان نهتم بتمارين المقاومة، دي اللي هي رابع حاجة. واخر حاجة ان احنا ننام كويس من 7 ل 8 ساعات عشان نقلل الضغط النفسي من علينا. مهم جدا في الحلقة دي انك تعرف المشكلة اساسها فين. يعني انت دلوقتي عارف ان الضغط النفسي بيسبب لك او بيسبب ان انت بطنك بتكبر او بتخزن دهون. تحاول تدور على اي حاجة تقلل من الضغط النفسي بتاعك. يعني لو الشغل عندك عامل ضغط نفسي عليك، خلي في الويك اند ان انت تسافر في يوم، تنزل مع اصحابك، تنزل تتمشى، تدور على الحاجات اللي بتخلي نفسك او بتخليك مرتاح نفسيا من جواك. دي حاجة من الحاجات اللي هتحفز عندك انك تنزل دهون. طبعا دي حاجة من الحاجات، الباقي كله احنا اتكلمنا عليه. فاللي انا عايز اوصله ان انت لازم تفهم انت ليه بتخزن دهون،
ودي حاجات انت لو عرفتها فانت هتبقى فاهم جسمك وتبقى فاهم الاكل اللي بتدخله مش ماشي على نظام زي الكتاب ما بيقول، ولو طلعت بره الكتاب فانت كده اجرمت نفسك. لا، الكلام ده كله غلط. احنا بنلعب رياضة وبندخل اكل صحي عشان نبقى مرتاحين نفسيا وعشان نبقى كويسين عموما، مش عشان ألزم نفسي ان انا لازم اعمل كده وانا لازم اعمل كده. هعمل كده مرة واثنين وثلاثة وبعد كده هرجع تاني زي الاول. اتمنى ان الناس تكون فهمت الحلقة، ولو في اي حد عنده مشكلة او اي حد عنده سؤال يسيبهولي في الكومنت تحت هرد عليه ان شاء الله. وهسيب لك اللينكات في الديسكريبشن للتيك توك والانستجرام لو عايز تبعت لي رسالة شخصية هرد عليك باذن الله. بس كده، لو عجبتك الحلقة اخبط اللايك كلمتين وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، واعمل سبسكرايب وفعل الجرس لو لسه ما اشتركتش في القناة. ودمتم في رعاية الله.